عايز تكون شخصيتك قوية زي ما بيقولوا كده كوبايتك مليانة، شخص مليان كده وتقيل. عايز تكون شخص مستقل، مفيش أي أطراف تانية ما بينك وما بين حياتك. عايز تكون شخص في المحيط بتاعك أو في دايرة تأثيرك، شخص محدش يقدر يستغنى عنه، أو في حالة غيابك أو وفاتك هيبقى الناس مفتقداك جدا. كمل معايا للآخر. عارف الشخص اللي مسروقة منه حياته، أو مسروقة منه دماغه، أو حتى مسروق منه حريته في الشعور؟ الشخص اللي بيجي وبيمشي ومحدش بيحس بيه أو محدش بيفتكره. مفيش حد يحب إنه يكون الشخص ده. الفكرة اللي عايزة أتكلم عنها النهاردة هي إنك تكون فاعل في حياتك، أو مبادر في حياتك، بس مش مطلوب إن هي تكون أوسع من كده. طيب ظروفي مثلا كانت مرفهة أو كانت في أضيق الحدود، ما كانش عندي فرصة إن أتعلم أو أشوف حاجات كتير في الدنيا، أو أتعرض لألم مختلف، أو إني أجرب حاجات جديدة. فلو أنا كنت شخص فاعل أو مبادر في حياتي، هبتدي أفكر في حل تاني. هفكر إن أنا عايزة أتعلم، فهدور على كتب فيها خلاصة تعلم حد تاني. هدور على كورسات، هدور على محتوى مجاني في أي مكان على اليوتيوب مثلا، بحيث إن أنا تجربتي تكون مثمرة، كوبايتي تكون مليانة، عندي إضافة أقدر أضيفها في أي مكان بروحه، أو في وسط أي مجتمع من المجتمعات اللي أنا بشارك فيه. مش بالضرورة إن كل الناس تخوض كل التجارب علشان تتعلم كل حاجة. ممكن جدا أختصر على نفسي وأشوف الناس وصلت لإيه من خلال تجربتهم، وأتعلم منها وأكون أكتر الناس حكمة في الحاجة دي، لأني اتعلمتها بجد وهضمتها جوايا. طيب في بيتي، في البيت اللي أنا عايشة فيه، إيه الإضافة اللي بضيفها؟ إيه الحلول اللي بحاول أحطها؟ هل بكون شخص فاعل ومبادر، ولا شخص شايل إيده وعمال يقول انتوا وهما وهي وهو وكل الضماير، لكن هو مش مسؤول عن أي حاجة، هو شايل إيده من كل حاجة؟ في علاقاتي بالناس مهما كانت درجة قربهم مني، هل أنا شخص مبادر وفاعل معاهم، إن أنا عايزة أطور العلاقة، عايزة أضيف في العلاقة، عايز دايما نقعد نفكر مع بعض ونشوف إيه المشاكل اللي عندنا ونحاول نحلها؟ ولا شخص مستني الأطراف التانية هي اللي تشيله وهي اللي تنقذه وهي اللي تغير له كل حاجة؟ الشخص المبادر فعلا ما بيعرفش يبطل يبادر، ما بيعرفش يبطل يحط حلول، يبطل إنه يكون وجوده في المكان ليه تأثير ومهم، وبيضيف إضافة مهمة جدا. حتى لو هو مع ناس ما يعرفهمش في الشارع في أي مكان، بتلاقي إن هو ليه لمساته الخاصة في موضوع المبادرة ده، أو في موضوع إن هو يكون شخص فاعل. فبالتالي هو مع نفسه كمان، في شخصه وفي فكره، بيبقى شخص فاعل ومبادر، يبقى شخص بيحاول يلاقي حلول دايما لمشاكله الشخصية، بيحاول يلاقي طرق مختلفة يتعامل بيها مع أي مشاكل بتواجهه في أفكاره أو في مشاعره. هو فاهم كويس قوي إن أي حاجة بتحصل في حياته هو جزء من المسؤولية عليه، فحتى بيكون منصف مع نفسه ومع الناس. الشخص المبادر شخصيته قوية لأنه عود نفسه إنه دايما يكون في المقدمة، أو من الأوائل اللي هم يحاولوا يخرجوا من المشكلة، أو يحاولوا يدخلوا في الموضوع أكتر ويفهموه أكتر ويتعلموه أكتر. شخص شخصيته قوية لأنه ما بيرضاش إن حد تاني هو اللي يكون متحكم فيه. بالتالي لو أنا شخص مبادر، يعني شخصيتي قوية، ماسك زمام أمور حياتي بنسبة، مش هسمح أصلا إن يكون في حد تاني يحاول يبتزني عاطفيا، يحاول يتعامل معايا كشخص نرجسي وضحية والقصص اللي بنسمعها كتير دي. لأن شخص على الأقل متمكن من نفسه، مش هايم زي الريشة، أي حاجة ممكن تاخده، أي حاجة ممكن توديه. الشخص المبادر أو المسؤول بنكتشف لما بيغيب إن هو كان شايل حاجات كتير قوي من غير ما يتكلم عنها، أو من غير ما يشاركنا بيها. حضوره بيبقى ليه تأثير ما بيوعاش عليه غير شخص زيه، أو شخص جرب غيابه. ولما بيتوفى، أكتر شخص الناس بتفتقده هو الشخص اللي كان مبادر معاهم، هو الشخص اللي كان صاحب فعل، صاحب أكشن، كان عايش الحياة زي المايسترو اللي هو بيحدد النغمات اللي هو عايز يعيشها، مش بيستنى حد تاني يحددها له، مش بيستنى يشاور على حد يقوله انت ما بتعرفش تعزف، انا هقولك تعزفها ازاي. عود نفسك انك تكون مبادر، فتكون مؤثر وعظيم. ممكن تبتدي من دلوقتي تبادر انك تشكر كل حد ساعدك
أو كان ليه تأثير طيب في حياتك وتسيب له أنت كمان تأثير. تبتدي من هنا، سيب لايك وكومنت لطيف، كل ما حد يشوفه يحس بأثره الطيب عليه. وسلام.